كمعسكر المنتخب كمعسكر. ولا مش في معسكر، في سابالو الملعب الكبير حقهم. وكان حاضر الأمير فهد السلطان. وطبعا كان في ذاك الوقت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والآن هو طبعا كان هو المسؤول عنا، وكان بيرافقنا في كل معسكر. ما كان يعتمد على التقارير، كان يعتمد على نظرته، لأنه لما يكون حاضر وشايف غير لما تقرأ أو أحد يبلغك. لهذا السبب يكون قراره هو عارفه، ما يحتاج أحد يقول له. وفي نفس الوقت كان قريب عند أخذ القرار يعني. طيب ايش صار في القصة دي؟ فبعد ما خلصت المباراة كنا متعادلين 2-2، كنت انا مسجل هدف. فنزل بعد المباراة وقفنا احنا في منتصف الملعب مع الفريق سابالو، ونزل الامير فهد ورئيس سابالو. بدأ طبعا بالسلام على الامير فهد من فريق سابالو. بعدين وصل عندي رئيس سابالو قال انا ابغى اللاعب هذا رقم 9 يحترف عندنا. فالامير فهد رفض العقد هذا، قال يعني احنا ما عندنا الاحتراف واحنا ما نبغى. فالشيء الجميل انه احد طلب وقتها في الوقت هذاك، انه احد طلب يبغاه. والجميل اكثر انه الامير فهد رفض انه لا احنا نبغاه. فشيء جميل يعني كذا. كلمني عن يعني يمكن في كثير من المشاهدين وخاصة من سن 30 فما دون يمكن هم لا يذكرون المناصب اللي تقلدها الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقة تبوك. طبعا هو كان نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في فترة السبعينات حتى 1984، وايضا كان رئيس الاتحاد السعودي لالعاب القوى. كلمني فهد يعني كابتن ماجد، الامير فهد بن سلطان يمكن من الناس اللي لك علاقة فيهم قوية ويعني علاقة حميمة. احكي لنا عن علاقتك بالامير فهد، عن ذكرياتك بالامير فهد. طبعا ما في شك الامير فهد صاحب السلطان الامير فهد بن سلطان له مكانة خاصة عندي أنا، لأنه الحمد لله ولله الحمد من بدايتي أول ما دخلت المنتخب يعني خلاص وشاف أول مباراة ثاني مباراة زي ما يحتضن لعيبته اللي يكونوا متواجدين في المنتخب. احتضن ماجد، راقب ماجد، فاحتضنه زيادة. فأنا أحس بالشيء هذا، لكن صار عندي ردة فعل انه شخصية زي شخصية الامير فهد احتضنت ماجد. ما صار عند ماجد هذاك التكبر او هذاك التعالي مع زملاء، من خلاص الشخصية معي انا حسيتني رعايتها. لا، اعطاني شيء عكس، انه ابذل اكثر، اكون متعاون مع زملائي، اكون متعاون اكثر مع المدرب. فلما احد يعطيك ثقته المفروض انت تعطيه اكثر، فما يكون العكس. كان وقتها كان ممكن انا اعمل اللي يقول لك مثلا في بعض الاقاويل يقول لك ماجد كان مميز وكان ما يحسكر وكان كله كلام فاضي. هذا كان مدلل، يعني هناك اتهام ماجد عبد الله كان مدلل في المنتخب، كله كلام فاضي. هذا كله مجرد اشاعات. تعرف كل واحد ينقل حاجه ويزيد عليها، الثاني ينقل ويزيد اكثر، فهذا كله كلام فاضي كله اشاعات. مساله انه احيانا اكون مثلا مصاب اتعالج، ما خلاص ماجد مخلينه وانا اتعالج. هذا الشيء الثاني اذكر لك حكايه. مره رحنا سنغافوره قعدنا فيها 20 يوم وانا متعور، بعد ما لي لازمه. لو انا من اللاعبين المدللين كان اقول انا ما ابغى اروح مصاب وعندي عذري، لكن قالوا لي انك تبغى تروح هناك عشان تستلم العلاج، وانا قلت لهم نعم ابغى اروح هناك واعمل علاجي حتى وانا عارف اني ما لي لزوم. بس العالم بتحكي.
في معسكرات يقول لك ماجد مثلا في بعضهم بيألف ماجد ما يحب المعسكرات، ما يحب شلون وكذا، هذا كله حكي بس بيسمع، او كل واحد مثلا بيعتقد انه عارف ولا فاهم، لكن مجرد بيكون مجرد حكي. فدلال في دلال، لكن كيف انا اواجه هالدلال؟ هل اواجهه بتمرد، او اني اواجهه بتكبر، او اني اواجهه اني اكون يعني متكبر عن اللعيبه او متكبر عن المدرب او في تعالي عندي؟ لا، كله واجهته بشكل افادني انا. يعني لو كنت انت مدير فريق تؤيد ان اللاعب النجم او اللاعب الموهوب يمنح بعض المزايا بعض الامتيازات؟ اصلا نصب عليك. انت لما يكون عندك مثلا لاعب مميز ما في شك نصب انك بتتعاطف معاه. صحيح ان عندك مجموعه ثانيه، لكن النجم المميز غصب. لما تيجي تقول لي لا والله انا ما اميزه، لكن بينك وبين نفسك بتعترف بهذا الشيء، وهذا شيء طبيعي. لكن لما يشوف اللاعب المميز اختلف عن خط سيره، ذيك الساعه لا، تجيبه وتحاول تعدل فهمه خطأه وتحاول تعدله. لكن اذا استمر اللاعب في خط السير اللي اتخذه وانت رضيت بالشيء هذا، هنا الكارثه. طب سؤال ماجد، يعني مقارنه باللاعبين في الماضي، هناك اجيال كانت في كره القدم السعوديه في الاربعينات والخمسينات والستينات ميلاديه وضعهم في نقطه انا كنت بتكلم فيها عن الامير فهد. في مسيرتي الرياضيه، يعني بعد الله سبحانه وتعالى كان دعمني في كل شيء. يعني يمكن وهذه نعمة من ربنا. يعني يمكن وجود الأمير فهد ماجد استطاع انه يقف ويلعب الفترة هذه كلها. لا زالت علاقتك معه؟ نعم، بدعمه المعنوي وبدعمه المادي. فكان حتى وانا خارج لما اكون مع النادي ايضا كان بيتابعني. فكان لي عون كبير جدا بعد الله سبحانه وتعالى. لا زلت على اتصال معه؟ نعم. تزوره؟ نعم. لا زال متابع للرياضة؟ طبعا ما في شك هو رجل رياضي بمعنى الكلمة، ومن الرجال اللي صنعوا بداية الكرة السعودية. هذه حقيقة. فصحيح الآن مثلا في اتجاه مثلا تعمير منطقة ومشاكل المنطقة وتغيير المنطقة من ناحية العمران والبنية التحتية وكل التنمية كتنمية. هذه تأخذ وقته كثير، روحاته سفرياته، أحيانا بيكلف بأشياء بيروح، لكن ما زال رياضي، ما زال يتابع الرياضة. يعني أول كان متفرغ للرياضة، أنا مو متفرغ، لكن رجل رياضي مستحيل إنه ينسى الرياضة. بدليل الوطني الآن حيشارك في الممتاز، على طول كرمه ودعمه. فرجل رياضي. البلد اللي هو بيكون فيها، المنطقة اللي بيكون فيها، أو النادي اللي بيحاول ينشر معناه من الوطن من منطقته، فهنيئا للوطن اللي عندهم رجل رياضي. خلاص إذا صارت مباراة للوطن هناك نسوي الاستديو هناك مرة في أول استديو انتبهوا. طبعا أنا أجيب لكم إذن. اللاعبين في الأربعينات في الخمسينات في الستينات يعني نشاهد حالات بعض الأحيان ترى في التلفزيون حالات إنسانية للاعبين كانوا في الخمسينات والستينات، حتى كانوا نجوم كبار، وضعهم المالي وضعهم المعيشي ضعيف جدا. حتى في فترة السبعينات لاحظنا في فترة الثمانينات لا بدأ بعض اللاعبين ينتبه لنفسه. لما جينا في فترة الاحتراف تفاجأ انه يعني الله يرزقهم، لكن اصبح بعض اللاعبين يحصل في صفقة انتقال، او بعض اللاعبين يحصلون في صفقات انتقال يمكن مجمل ما يحصل عليه 10 لاعبين نجوم في فترة السبعينات او الثمانينات.
انت كماجد عبد الله هل تعتقد انك حصلت من الناحيه الماليه على اللي ما اقول مرضي لان ما يوجد ما يرضي الانسان بشكل كامل، لكن اقصد هل استطيع ان اقول ماجد عبد الله كان عامل حسابه اني في يوم من الايام راح اترك الكره وطبعا مش عمري اروح واكون موظف يعني في قطاع حكومي او ارجع موظف براتب بسيط ولا كنت نجم كبير، لكن هل كنت عامل حسابك اليوم هذا؟ اكيد طبعا، لانك انت بتشوف اللي سببوك بتحطهم كعبره لك او كدرس لك. هذه الناحيه. الناحيه الثانيه انا الحمد لله الامور مستوره عندي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن الاهم من هذا كله كان عندي انا اهتم له اكثر شيء هي النواحي القيمه الفنيه، اني ما انظر للماده اني العب عشان ابغى اجمع ماده، لا بقول لك اصبح كذاب لو اقول لك انا العب عشان اجمع ماده، لا انا الماده عندي ما افكر فيها، وقتها كنت افكر بالنواحي الفنيه انا كلاعب، ايش اللي اقدر اخدمه لبلدي، ايش الشيء اقدر اخدمه لنادي، جماهيري كيف اخليهم مبسوطين مني، كيف السنه هذه اقعد اشوف السنه هذه انا ايش عملت، لابد اني اعمل افضل للسنه الجايه. فكان ال20 سنه اللي انا لعبتها كل سنه اقول ابغى اكون افضل، يعني ما لعبت 10 سنين او 7 سنين قلت لا خلاص انا الحين وصلت ما عاد ابغى اتعلم ابغى العب وبس، لا اللاعب مهما وصل من نجوميه مهما قعد من سنوات انه يتعلم كل يوم. في فترتك ماجد في الفتره اللي كنت تلعب فيها الهدايا اللي كانوا يتلقاها اللاعبين هل صحيح كانوا يتلقون شيء بالملايين؟ شوف هذه ارزاق يعني ربي لا احنا ما نبغى ان نذكر احد ولا بس هل فعلا كان في ذلك الوقت في فتره السبعينات ورغم انها كانت فتره طفره المملكه هل ممكن كان اللاعب يتلقى شيء بالملايين او بالمليون؟ لا في ذلك الوقت لا، لان هي كيف تجي هي رزق لك، واحيانا يكون انت عندك قبول فتحصل على شيء غيرك ما يحصل عليه، وهذه خارجة عن، لكن تكون مع المجموعة مع نادي او مع منتخب لا جوزك جوزه. طيب انت الان عايش في الرياض لوحدك في بيت ولا مع اسرتك؟ لا مع نفسك طبعا. اسرتك اللي تقصد فيها مين؟ اخوانك؟ والدتي وواحد من اخواني وبنات اختي الله يرحمها معي في البيت. طيب انت جالس في وسط عائله، يمكن السؤال هذا كرر لك وسمعته كثير، ما ودك تشوف ماجد عبد الله صغير؟ يعني الناس كلها تقول متى ماجد عبد الله نلاقي فيه طفل قاعد على حضن؟ والله فيه اذا في طفل يقعد على حضنه في اطفال كثير قاعد فهذه يعني امور صراحه ما في مره تقعد لوحدك كذا تفكر تقول يعني السؤال ده ماجد عبد الله ما تزوج؟ هذه ارزاق يعني قسم نصيب الزواج. لا انت حاط نفسك يعني وقت معين؟ لا انا ما حاط وقت معين، متى ما جاء يقول الله يحيي يعني. ما في مره كنت قريب انك تتزوج وتراجع؟ الوالده زلت عليك خلاص ها؟ لا في يعني من زمان اول ضغط كان من الوالده وكان ضغط قوي يعني؟ لا هو الضغط من زمان الى بس شافوني خلاص يعني قالوا هذا حاله ما يقول الخوات ويضغطون لازم لا يمكن خوات والوالده لازم في البيت لازم في ضغط عالي. انا متعود على الضغط لكن في نفس الوقت متعود على اني اطلع من هذا الضغط بهدف حلو. لما يجي الصيف انت وين تسافر العاده؟ تحس قبل اجازتك وين؟ لا اول كنا يعني بعد من المعسكر كان يمكن نحصل له 10 ايام. 10 ايام تقول اروح المكان اعرفه احسن من مكان تقول لسه بتعرف عليه لان ما عندك وقت. فكنت انا احب اروح باريس فرنسا يعني. والان بعد ما تركت الكوره؟ بعد ما تتصور بعد ما تركت الكوره صارت راحتي قليله. لما تركت الكوره خلاص عندي متسع من ما في معسكرات تقريبا يعني اغلب الوقت يعني حر اروح اجي انوم اصحى يعني عرفت قصدي؟ ما في التزام معسكر وبعد 3 ايام لا عندي معسكر مدته كذا ولما خلني اروح مكان هنا عرفت قصدي؟ فما كان فراحتي قليله. انت تبغى تصل للقاهره القاهره
كيف الآن يعني ما في شك الوقت اللي كان فيه الله يرحمه رفيق الحريري حبب الناس انه يروحوا للبنان، الآن مستحيل طبعا. الآن ما الوضع ما يساعد بعد ما قتيل يعني. الآن أحب أروح باريس طبعا ما زالت هي لكن أحب أروح القاهرة أيضا لأنها قريبة ومسافة مهد هذيك المسافة البعيدة يعني. كابتن ماجد عبد الله، عندي ملفات كثيرة معك، هنتكلم عن النصر هذا الموسم، هنتكلم عن الدوري، هنتكلم عن المنتخب السعودي كأس آسيا، أشياء كثير ما نتكلم فيها، والأهم الاعتزال اللي الكل يتساءل عنه. ان شاء الله راح يكون هذا في الجزء الثاني من مقابله خاصه. نلقاكم ان شاء الله الاسبوع المقبل، الى اللقاء.